السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة لسه ما سجلناش على اسم، اقترحوه ليا في التعليقات، وغالبا هنسميها كده بشكل مؤقت فرق لا تعرفها عن أبطال الكرة. خلينا نبتدي مع بعض بفريق اتكلمت عنه مؤخرا في فقرة الحقائق، هسيبها لكم في الوصف، وهو الفريق الفرنسي روز جريفون أو جريفون. المهم، الفريق الفرنسي اتكلمنا عنه بشكل بسيط وقلنا ان هو ظهر كده في حلقة، بس ما نعرفش عنه اي معلومات، وشفناه في اللعبة وان هو فريق يعني كويس الى حد ما. طيب، خلينا نبتدي مع بعض بنبذة كده عن الفريق. روز جريفون هو ممثل فرنسا في بطولة الفوتبال فرونتير الدولية، والفريق المعروف بأسلوبه الفني الراقي ولمساته السلسة، وكأنهم مش بيلعبوا بل بيقدموا فن في الملعب. طيب، وشعارهم الأساسي الأناقة قبل القوة. قائد الفريق هو بيير. بيير هو قائد الفريق، لاعب واثق جدا من نفسه، شايف إن الكورة فن مش مجرد فوز وخسارة، وده خلاه دايما في صدام مع الفريق أو مع الفرق اللي بتلعب بعنف أو بقوة مبالغ فيها زي ما هنعرض دلوقتي. أهم المباريات لفريق روز جريفون أو المنتخب الفرنسي، أول حاجة ماتش روز جريفون ضد أوريفيوس في تصفيات أوروبا. هو الفريق ظهر في الحلقة 68 لما كانوا بيقدموا اللاعب سلام، وشفنا إن سلام جاب فيهم هدف، لكن النتيجة للأسف مش معروفة. ولكن اللي بنتوقعه إن الفريق الإيطالي استطاع إن هو يهزم الفريق الفرنسي بدون أي مشكلة. روز جريفون لعب ضد فريق ذا كيندوم أو كينجدوم اللي هو البرازيل، ودي واحدة كانت من أصعب مباريات فريق روز جريفون، وكانوا واضح عليهم الإرهاق. وفي النهاية فريق البرازيلي عرف يحسم المباراة بتكتيكهم المرعب اللي هو موجات بحر الأمازون أو نهر الأمازون، اللي هو المهارة الخطيرة الخاصة بالبرازيل. وبرضو استطاع روديجو إن هو يحرز هاتريك بتقنيته المشهورة سترايك سامبا أو تسديدة السامبا. والمباراة انتهت بنتيجة 3-0 للفريق البرازيلي ضد روز جريفون. روز جريفون ملعبش الماتش ده بس، روز جريفون كمان لعب ضد فريق الأوري، وكانت مباراة كارثية، أسوأ كابوس في تاريخ الفريق. قبل المباراة حصل شجار بين بيير قائد الفريق وقائد فريق الأوجري اللي هو بداب سيلت، واللي حصل في الملعب ما كانش طبيعي. فريق الأوجري استطاع سحق منافسه روز جريفون بنتيجة صادمة 36-0. بعد الماتش بيير قال جملته الشهيرة، معرفش شهيرة منين، هو ماليش دعوة، هما كاتبين لها كده في السكريبت: اللي لعبتوه ده مش بشري، وساب الملعب مع فريقه. روز جريفون في النهاية هو فريق موهوب وأنيق، ولكن اصطدم بحقيقة قاسية: مش كل الفرق بتلعب بنفس القواعد. هل كان ينقصهم القوة، ولا كانوا سابقين عصرهم؟ قولولنا رأيكم تحت في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي. وكمان يعني قولولي عايزين انه فريق او انه منتخب في المباراة القادمة. انا حاولت في الفيديو القادم حاولت اتكلم عن الفريق السعودي او القطري من الجزء الاول، مش في اوريون او في جالاكسي، بس للاسف ما لقيتش معلومات عن المباريات. لو حد يقدر يوصلني لمعلومات تخص المباريات الخاصة بيهم سواء في المانجا او غيره والنتائج وكده، يا ريت يقدر يقول لي، واكون شاكر جدا ليه. وشكرا لكم على الدعم المستمر. أحبكم، لا تجعلوا أن يلهيكم عن الصلاة وأداء شعائركم الدينية. ولو جالكم أي فيديو كده ولا كده أتمنى تبعتولي الرابط فورا عشان نتعامل معاه. والسلام عليكم يا ولاد، بحبكم.